بيراميدز بيدوس على الزمالك وبيكسبوا 1-0 في واحدة من أسوأ نسخ الزمالك في تاريخه. الفريق الأبيض تايه بلا روح بلا هوية، وكأن القميص تقيل عليه مش شايله. الفريق الأبيض دفاعه خايف ووسطه ضايع وهجومه مفيش أنياب. بيراميدز استغل ده كله وخطف ال3 نقاط، وكأنه بيقول أنا الكبير دلوقتي. أما الزمالك فقاعد بيتفرج على تاريخه وهو بيضيع وبيتاكل حتة حتة. انت كجمهور نادي الزمالك شايف المشكله فين؟ المشكله في اللعيبه؟ المشكله في الجهاز الفني؟ مشكله الزمالك بتكمن في حته واحده بس، هي ادارته الفاشله، ادارته اللي مش عارفه تدير، ادارته اللي نصها سماسره، ادارته اللي رفضت تبيع اهم لاعب عندها ب6 مليون دولار من كام شهر عشان تحل مشاكلها الماديه والماليه. النهارده مشي ببلاش وراح للمنافس. ادارته اللي مش عارفه توفر فلوس عشان توفر صفقات، ادارته الفاشله واللي هتفضل فاشله واللي مش هتاخد بطوله، ادارته اللي هتخسر قدام بيراميدز كاس مصر. هي دي اداره نادي الزمالك واللي لحد دلوقتي مستمره في مكانها. السلام عليكم.